أصدقائي المصريين، من زمان وإحنا عارفين إن حضارتنا حضارة عظيمة، ونعرف كمان إن الثقافة المصرية قدرت تستوعب كل الثقافات الجديدة، وقدرت كمان تعلم العالم. بداية من النهاردة هندور على الأصل، أصل الكلمة، أصل العلم، وأصل السلوك. هنعرف أثر الحضارة المصرية علينا وعلى العالم من خلال برنامجنا الأصل. هنشوف لأي درجة إحنا محتفظين بجذورنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا من أصل مصري قديم. الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. أصدقائي المصريين، من الحاجات اللي ورثناها من أجدادنا السبوع. كان المصريين القدماء بيعتقدوا إن حاسة السمع عند الطفل بتبدأ من اليوم السابع لولادته، فعشان يخلوها قوية كانوا بيعملوا دوشة جنب ودانه عشان يسمع بيها كويس. مش بس كده، ده كمان كانوا بيعلقوا في ودانه حلق ذهب اسمه حلق إيزيس، بعدها بيدعوا له بالحفظ وطولة العمر. في نفس اليوم ده أهل الطفل بيعملوا حفلة ضخمة قوي وبيعزموا فيها كل القرايب والصحاب. بيتزف الطفل فيها على حاجة اسمها المنخل. لو مش عارفة اسألي الحاجة اللي جنبك هتقولك ايه هو المنخل. المنخل ده يا ستي أو يا سيدي، ده بيكون متزين بالورد وبيكون على شكل مميز. ويا سلام بقى لو كانت المولودة بنوتة، بتبقى زينته أكتر وبيلبسوها حلق ذهب كمان. كان المصريين القدماء بيوزعوا حاجات حلوة على المدعوين في السبوع، والأطفال يمسكوا الشموع، وجدة المولود بتدق الهون جنب ودان الطفل وبتطلب منه إنه يسمع كلام أمه. بعدها بيتحط على الأرض وأمه بتخطي من فوقه 7 مرات عشان تحميه من الشر، وبعدين تبدأ الأغاني والحفلة. هو السبوع اللي حكيناه دلوقتي ده سبوع مين؟ زمان ولا دلوقتي؟ بالظبط كده، هو مفيش أي اختلاف خالص. تخيلوا بقى إن في أسامي عند المصريين القدماء لسه بنستخدمها لغاية دلوقتي، زي عبير اللي معناها بالمصرية القديمة الريحة الجميلة، وآدم بمعنى ناعم، هويدا يعني اللي تشبه الفجر في روعته، وغيرها كتير طبعا من الأسامي اللي لسه مستمرة معانا لغاية دلوقتي. أصل النهاردة دور عليه محمد خالد وقدمته لكم شذى الجمال. كنتم مع الأصل مع شذى الجمال على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، راديو كامل، راديو كامل، محطة على المحطة.